بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله توكلنا ونبدأ حلقة النهاردة. طبعا أنا امبارح ما طلعتش مع حضراتكم لأني الصراحة كنت في حالة عصبية قوي من اللي شفته من منتخب مصر، والخسارة بفضيحة بفضيحة من منتخب الأردن. مش هقول لك التاني التالت، لأن هو حتى ما لعبش بمنتخب الأردن التاني، ده هم لعبوا بالبدلاء. هم لعبوا بالبدلاء وخسرنا 3-0، وفضيحة ومباراة سيئة وسمعة سيئة لمصر. فده اللي خلاني ان امبارح كنت متعصب قوي، فما طلعتش في حلقة امبارح. طيب، قبل ما نخش في موضوع حلقتنا النهارده ما تنسوش نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع فضيحة المنتخب المصري. طبعا منتخب مصر، مش هتكلم في المباراة ولا اللي حصل خلاص، ولكن هتكلم عن المنظومة الرياضية في مصر. المنظومة الرياضية في مصر تدار على أسوأ ما يمكن. منظومة ما هياش بتخطط، ما هياش بتبص لبكرة ولا للمستقبل، ولا ان احنا نجهز لعيبة ومنتخب يبقى شكله حلو ويليق باسم مصر. اسم مصر يا جماعة كبير قوي. اسم مصر يعني بين العرب وبين افريقيا احنا اسمنا بيرعب. الناس بتنزل قدامك مرعوبة وخايفة من اسمك. فان يحصل كده دي كارثة وفضيحة. وانا بالنسبة لي ارجو يعني تدخل من جهات عليا لموضوع الرياضة في مصر. واللي احنا شايفينه في المراحل الأخيرة، منتخب الشباب بيخرج بفضيحة، منتخب الناشئين مع وكابتن أسامة نبيه طلع وصرح، وادي حاليا حلمي طولان، كابتن حلمي طولان طبعا، ومنتخب مصر. انا ما اقدرش الوم على كابتن حلمي طولان، هو اتحط في اختبار مش بتاعه حرفيا. يعني هو طبعا راجل قيمة وقامة وليه احترامه وتقديره تماما، ولكن اللي حصل ده احنا بنتكلم علشان اسم مصر وسمعة مصر. ارجو التخطيط في اللي جاي. ارجو ان احنا يا جماعة من الاخر احنا في مصر، يعني المنظومة بتدار اللي هو ايه، يلا وبالدعوات وربنا يوفقنا. مفيش نجاح بيتم او بنوصل لنجاح بدون تخطيط. كرة في مصر محتاجة إدارة وتخطيط، لأن اللي احنا بنشوفه ده فضيحة. خلي بالك، احنا آخر فرصة لينا كأس أفريقيا علشان شكل مصر، وكأس العالم آخر حاجة لمصر. مفيش بقى، كل البطولات خسرناها وخرجنا من كله، ومش خرجنا عادي، خرجنا بفضايح بفضايح. انت عارف يعني ايه منتخب مصر يروح من غير محلل اداء؟ يعني اللعيبه بتتفرج على سيديهات، يعني اللعيبه مش عارفه اللي قدامها ده مين، بيلعبوا ازاي. مفيش اي تخطيط لاي حاجه. ما كناش رحنا افضل 100 مره من ان احنا نروح وشكلنا يطلع بالشكل ده. طيب، عايز بقى اتكلم بسرعه في النادي الاهلي والصفقات. النادي الاهلي طبعا بكره النادي الاهلي عنده مباراه في كاس الرابطه مع نادي انبي. الاهلي وحشنا طبعا. الاهلي لعيبه كتير قوي مع منتخب مصر، فغالبا هنشوف اسامي جديده في تشكيل النادي الاهلي بكره. وعلى ذكر الاسامي الجديده، فاحنا معانا خبر ان الشحات الحمد لله جاهز ان هو بالتدريج يقدر يشارك مع النادي الاهلي. ايضا ديانج لسه ما سافرش مع منتخب مالي للمغرب، فيقدر ان هو يشارك معانا لحد ما يسافر مع منتخب مالي. كمان عندنا عمر سيد معوض، ابن الكابتن طبعا سيد معوض، بيلعب برضه باك شمال. اتمنى انه يظهر بمظهر كويس يعني ويأدي كويس. حمزة عبد الكريم طبعا اللي برشلونة كانت بتتفاوض ان هم عايزين ياخدوا حمزة عبد الكريم، برضو ممكن يكون موجود معانا في كاس الرابطة، ونتفرج عليهم ان شاء الله. طيب، بالنسبة لصفقات النادي الاهلي، في مدافع جزائري دخل في الصورة وبقوة كبيرة، وبقوة كبيرة. مين هو؟ أشرف عبادة. عايزك كده عزيزي يا اللي بتتفرج، صديقي حبيبي، شوف منتخب الجزائر وشوف أشرف عبادة. مدافع كويس قوي، مدافع بيتطور تطور مفاجئ وملحوظ. وانا لاعب، انا بالنسبه لي وجهه نظري اتمنى انه ينضم للنادي الاهلي. اشرف عباده، ركزوا في الاسم ده كويس. كمان عندنا طبعا الاسامي اللي انتوا عرفتوها: يزن النعيمات، يوسف بالعمري، حمد حمدان، دياباتيه. هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل.
يزن النعيمات بالفعل الأهلي يعني بيتحرك وبقوة لضم يزن النعيمات، وحاليا بيتفقوا على موضوع الراتب بتاع يزن النعيمات. يوسف بالعمري ايضا كان عايز يأجل انضمامه للنادي الاهلي ل مش في يناير ده، لا في شهر 7 او شهر 8 في الصيف، يعني ما كانش عايز يجي في الشتاء. ولكن حاليا بدأت الامور، هو عارف ان الاهلي في احتياج شديد لباك شمال اجنبي او باك شمال سوبر. فانت يا يوسف بالعمري لو ما جيتش للاهلي في الانتقالات يناير، الاهلي اكيد هيفكر في بديل ليوسف بالعمري، وهو بالنسبه له نفسه يلعب في النادي الاهلي، يعني هو رغبته اللعب للنادي الاهلي. فيوسف بالعمري عارف انه لو ما جاش في يناير اكيد الاهلي هيتصرف ويجيب باك شمال تاني، ولو ده حصل والباك شمال ده تألق فنسب يوسف بالعمري هتقل جدا، وبالتالي يوسف بالعمري بدأ ان هو يمشي في خطوات ان الاهلي ممكن يخلص معاه في الشهر المقبل ان شاء الله. حمد حمدان عليه خناقه كبيره قوي. هتقول لي خناقه على ايه؟ في ايه؟ هقول لك يا باشا، الخناقه ما بين الزمالك وما بين الاهلي. الزمالك طبعا كان عايز حامد حمدان من فترة، ولكن مر بأزمات وإيقاف قيد وأرض الزمالك، كل الأخبار طبعا حضراتكم عارفينها. ولكن حاليا الزمالك بيتحرك وبكل قوة علشان يوقف انتقال حامد حمدان من بتروجيت للنادي الأهلي. هتقول لي الزمالك جاب فلوس منين؟ الزمالك حل مشاكله ازاي؟ هقول لك الله أعلم، ما أعرفش. حد بقى مستثمر، حد داعم لنادي الزمالك، الله اعلم. ولكن الاخبار اللي عندي ان الزمالك بيتحرك وبقوه في موضوع حامد حمدان، وايضا الاهلي بيتحرك بقوه في موضوع حامد حمدان، لان يستروب قال لهم اللاعب ده ان هو محتاجه في النادي الاهلي. طب ديابتي، تم تجميد ديابتي. يعني ايه تم تجميد ديابتي؟ ديابتي الاهلي عمل لقاء زوم مع النادي بتاعه، والنادي قال للنادي الاهلي، النادي السويدي اللي بيلعب فيه دياباتي رد على النادي الاهلي وقال لهم ان هو عايز 3 مليون دولار علشان يفكر ان هو يسيب دياباتي. طبعا الاهلي كان عرضه الاخير مليون ونص او مليون وسبعمية، فالاهلي ادى مهله للفريق السويدي اللي بيلعب فيه دياباتي ان في حاله ان انت متمسك ب 3 مليون فالاهلي هينسحب من الصفقه تماما. فحاليا الاهلي منتظر رد النادي السويدي على النادي الاهلي في حته ان هو متمسك بال 3 مليون. لا، الاهلي عارض رقم اقل من ال 3 مليون. فحاليا المفاوضات متوقفه لحد ما نشوف رد النادي السويدي. دي كده اخبارنا، ودي كده حلقتنا سريعا. ما تنساش يا صديقي تعمل لايك وتشترك في القناه وتصلي على النبي. اشوفكم دايما بافضل صحه وافضل حال. شكرا ليكم، سلام عليكم.